يا مفضل. ويقوم الحسن عليه السلام إلى جده صلى الله عليه وآله فيقول: يا جداه، كنت مع أمير المؤمنين في دار هجرته بالكوفة حتى استشهد بضربة عبد الرحمن ابن ملجم لعنه الله، فوصاني بما وصيته يا جداه. وبلغ اللعين معاوية قتل أبي، فأنفذ الداعي اللعين زيادا إلى الكوفة في 150,000 مقاتل، فأمر بالقبض علي وعلى أخي الحسين وسائر إخواني وأهل بيتي وشيعتنا وموالينا، وأن يأخذ علينا البيعة لمعاوية لعنه الله، فمن يأبى منا ضرب عنقه، وسير إلى معاوية رأسه. فلما علمت ذلك من فعل معاوية خرجت من داري، فدخلت جامع الكوفة للصلاة، ورقأت المنبر واجتمع الناس، فحمدت الله وأثنيت عليه وقلت: معشر الناس، عفت الديار ومحيت الآثار وقل الاصطبار، فلا قرار على همزات الشياطين وحكم الخائنين. الساعة والله صحت البراهين، وفصلت الآيات وبانت المشكلات، ولقد كنا نتوقع تمام هذه الآية وتأويلها. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. فلقد مات والله جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وقتل أبي عليه السلام، وصاح الوسواس الخناس في قلوب الناس، ونعق ناعق الفتنة، وخالفتم السنة، فيا لها من فتنة صماء عمياء، لا يسمع لداعيها ولا يجاب مناديها ولا يخالف واليها. ظهرت كلمة النفاق، وسيرت رايات أهل الشقاق، وتكالبت جيوش أهل المراق من الشام والعراق. هلموا رحمكم الله إلى الافتتاح، والنور الوضاح، والعلم الجحجاح، والنور الذي لا يطفئ، والحق الذي لا يخفى. أيها الناس، تيقظوا من رقدة الغفلة ومن تكاثف الظلمة، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة وتردى بالعظمة، لئن قام إلي منكم عصبة بقلوب صافية ونيات مخلصة، لا يكون فيها شوب نفاق ولا نية افتراق، لأجاهدن بالسيف قدما قدما، ولأضيقن من السيوف جوانبها، ومن الرماح أطرافها، ومن الخيل سنابكها، فتكلموا رحمكم الله. فكأنما ألجموا بلجام الصمت عن إجابة الدعوة إلا 20 رجلا، فإنهم قاموا إلي فقالوا: يا ابن رسول الله، ما نملك إلا أنفسنا وسيوفنا، فها نحن بين يديك لأمرك طائعون، وعن رأيك صادرون، فمرنا بما شئت. فنظرت يمنة ويسرى فلم أر أحدا غيرهم، فقلت: لي أسوة بجدي رسول الله حين عبد الله سرا، وهو يومئذ في 39 رجلا، فلما أكمل الله له 40 صار في عدة، وأظهر أمر الله. فلو كان معي عدتهم جاهدت في الله حق جهاده.